السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم شيواتنيت. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم حريشات صغار بدون زبدة، بدون بيض، بدون حليب ولا ياغورت، فقط بالماء، مكونات اللي متوفرة في كل بيت، تيجيو هشاش شهوة منهم. كنتمنى تكملوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير. فضلا الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش لايك وتبارطاجيو مع اصدقائكم لتعم الفائده. نبداو بسم الله على بركه الله. ناخذ اناء ونضع 3 كؤوس من السميد. انا خديت العبار بالكاس، ملح، ملعقه كبيره من العسل، يمكن لكم تعوضوها بالسكر، ربع كاس من الزيت، خماره من فئه 8 غرام، نرملو السميده بالعسل والزيت حتى تلبس لنا السميده بالعسل والزيت تماما. بعد ما رملتها غادي نضيفو الماء غادي نضيفوه مباشره من الصنبور، ما يكونش دافئ او ما يكونش سخون. غادي نخلطوا المكونات جيدا، حنا تنخلطوا غير بالاطراف الاصابع ما نعجنوهاش، حنا تنخلطوا السميده وهي تتشرب لنا الماء. غادي نخليوها ترتاح 3 ديال الدقائق حتى ل5 ديال الدقائق. بالنسبه للكميه اللي ضفت ديال الماء 2 كؤوس ونصف. هنايا كما تلاحظوا خديت مقله دهنتها بالزبده، عندنا زلافه صغيره ديال السميده اللي غادي نلبسوا بها الحريشات. غادي ناخذ كميه قليله من الخليط. انا درت الحريشات صغار، نتوما بغيتو ديروا الحريشات كبار لكم الاختيار. غادي نكوروهم على هذا الشكل وغادي نحاولوا نلبسوهم مزيان بالسميده. غادي ناخذ اي غطاء او اطار، غادي نوضعوا الحرشه ديالنا، غادي نبسطوها شويه وغادي نوضعوها في المقلاة. غادي ناخذ قليل من الخليط، غادي نكوروه على هذا الشكل، نرملوه مزيان ونضغطوا عليه شويه. غادي نستمروا على هذا الشكل. غادي نضغط على الحريشات شويه اولا غادي نبسطهم. الخميره اللي فيهم مازال غادي يتنفخوا باش ما يجيوش غلاظ. غادي نوضع المقلاة فوق النار ما تكونش قليله وما تكونش مجهده. بعد ما طابوا الحريشات غادي نقلبهم وانا تنضغط عليهم بهذا الشكل. الحريشات ديالنا ما تديوش معنا وقت طويل، تيطيبوا بسرعه. بكميه قليله من السميده تنحصلوا على كميه كثيره ما شاء الله. بعد ما طابوا الحريشات ديالنا تيجيو بهذا الشكل، شوفوا ما شاء الله. تتجي ما شاء الله لون مذهب، لون موحد، تتجي هشيشه وبكميه كثيره. نقدموها للفطور او الكوتي او للضيوف. غادي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا ما شاء الله. كنتمنى الوصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الله.